هنبدأ فيلمنا مع سام وهو رايح على بيت حبيبته علشان كانت عاملة حفلة، وبيكون سام عازف في فرقة موسيقية، ولما بيوصل بيشوف حبيبته وبيحضنها وبيسألها عن شرايط الأغاني بتاعته. وفي الوقت ده بيجي شخص وبيحضن حبيبته قدامه، وبيطلع حبيبها الجديد وبياخدها وبيمشوا. وطبعا سام بيكون زعلان جدا ومتعصب ومش مهتم بالحفلة ولا الأغاني. ولما بيشوف حبيبته بيسألها هو مين الشخص اللي معاها، بس مش بترد عليه، فبيتعصب عليها. وبيجي حبيبها الجديد وكانوا هيتخانقوا مع بعض، بس حبيبته بتحجز ما بينهم وبيسألها سام عن مكان الشرايط بتاعته، فبتقول له انها في الأوضة التانية. ولما بيروح سام بيخبط في واحد وهو طالع من الأوضة، وبيروح على الشرايط بتاعته بس بيلاقي بقه بينزل دم، فبيقعد يرتاح شوية وبيروح في النوم. ولما بيصحى بياخد حاجته وبيطلع من الأوضة، بس بيلاقي ان البيت كله مليان دم، وبيسمع صوت غريب جاي من الباب. ولما بيطلع بيلاقي حبيبته قاعدة على السلم وشكلها متشوه وكله دم، فبيفضل ينده عليها لحد ما فجأة بتهجم عليه، بس هو بسرعة بيقفل الباب عليه وبيعرف ان البيت كله اتحول لزومبي. ولما بيبص من الشباك بيتصدم من شكل المدينة اللي اتدمرت، وبيشوف الزومبي في كل مكان. وبيلاقي واحد بيحاول يهرب منهم ويروح للعربية بتاعته، بس الزومبي بيحاصروه وبيهجموا عليه. وبيكون أأمن مكان لسام هو البيت اللي فيه، وبيبدأ يدور على أي حاجة ممكن تساعده بس مش بيلاقي حاجة. ولما بيفتح موبايله بيلاقي إن الأخبار كلها بتتكلم عن إن مدينة باريس كلها اتحولت لزومبي. وبيطلع سام لسطح البيت وبيلاقي إن المدينة بقت شبه مجهورة، وإن كل اللي فيها فعلا بقي زومبي. وبيرجع للبيت اللي كان فيه وبيقرر ينظفه علشان احتمال يقعد فيه فترة كبيرة. وبيسمع صوت جاي من الشقة اللي تحته، ولما بيقرب فجأة بتتضرب رصاصة وبتخرم الحاجز اللي بين الشقق. وبيبص سام من الفتحة اللي عملتها الرصاصة وبيلاقي راجل عجوز انتحر بالبندقية بتاعته. وبيقرر انه يوسع الفتحة وينزل يستكشف المكان. ولما بينزل بيعرف ان مرات الراجل العجوز صابتها العدوى وبقيت زومبي، وان الراجل قتلها وقتل نفسه. وبياخد سام منه البندقيه وبيقرر يطلع بره يستكشف المكان. واول ما بيطلع بيلاقي ان باب العماره مفتوح وبراه زومبي، فبيروح بكل هدوء وبيقفل الباب علشان محدش يدخل. وبيحس سام بالجوع فبيروح يدور على اكل، وبيلاقي اكل معلب فبياكله. وبعد كده بيلم الاكل اللي لقيه في البيت وكمان سكاكين كتير علشان يدافع بيها عن نفسه. كده بياخد مفاتيح الشقق كلها وبيدخلها واحدة واحدة علشان يلم منها الأكل، لأنه عارف إن قعدته ممكن تطول. وبيدخل شقة منهم وبيهجم عليه زومبي، بس بيقدر إنه يهرب منه. وبيطلع وبيعمل علامة على الباب من بره علشان ما يدخلش الشقة دي تاني. وبيدخل الشقة اللي جنبه وبيلم منها الأكل، وكمان بيلاقي آلات موسيقية فبياخدها علشان يسلي نفسه بيها. وبيروح على الأسانسير علشان يطلع، بس بيلاقي جواه زومبي. بس سام مش بيرضى يموته لأنه أصلا محبوس جوه الأسانسير وبيخليه، وكل فترة بيروح يتكلم معاه. وبالليل بيسمع سام مزيكا وبينام. وتاني يوم بيبص سام من البلكونه وبيلاقي ان المدينه زي ما هي والزومبي هم المسيطرين عليها. فبيقرر انه لازم يقلل من كميه الاكل بتاعته علشان هو مش عارف هيقعد قد ايه. وبعد كام يوم بيحس بالزهق فبيبدا يعزف ويغني بصوت عالي، وده بيخلي كل الزومبي يجروا عليه. وبيعرف سام ان الزومبي بيجروا على الصوت العالي. وبعد شهر بيشم سام ريحه وحشه جايه من البيت، ولما بيدور على مصدر الريحه بيطلع انه جثه العجوز ومراته هم اللي طلعوا ريحه. فبياخدهم سام وبيحطهم على السرير جنب بعض، وبيحط جنبهم صورتهم، وبيخلي الاوضه بتاعتهم زي القبر بتاعهم. وبيبدا سام يحلم بكوابيس عن الزومبي، فبيبدا يعمل رياضه علشان يحافظ بيها على رشاقه جسمه. ولما بيزهق بيروح يتكلم مع الزومبي المحبوس او بيجيب مسدس الالعاب وبيبدا يلعب مع الزومبي. وفي يوم بيلاقي قطه ماشيه في الشارع فبيقرر انه ينزل يجيبها علشان تسليه في وحدته. وبينزل الشارع ومعاه علبه تونه علشان يلفت انتباهها، بس القطه مش بتهتم بيه. ولما بيروح علشان يجيبها بيهجم عليه واحد من الزومبي، فبيستخبى سام في العربيه وبيحبس الزومبي فيها وبيطلع يجري. وبيكون الزومبي قاعدين بيجروا وراه لحد ما سام بيرجع البيت وبيقفل الباب وبيطلع للشقه اللي قاعد فيها. وبيكتشف ان القطه اصلا واخده العدوى وبقت زومبي، فبيقتلها من قهرته. وبيلاحظ ان جسمه بينزل دم وانه متخربش في ايده ورجله، وبيفتكر ان الزومبي هم اللي عضوه وانه هيبقى زيهم. فبيقرر انه ينتحر بالبندقيه على رقبته، بس بيتراجع عن قراره في اخر ثانيه وبينام مصباعه على الزناد وبيضرب رصاصه بالغلط، بس لحسن الحظ مش بتيجي فيه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه لسه سليم، وان الجرح ده كان سببه لما وقع تحت. وبتعدي الايام وبيدخل الشتاء وبيكون سام قاعد بيراقب المدينه، بس مش بيلاقي حد ولا حتى الزومبي. فبينزل يتمشى في الشارع، بس المدينه بقت زي مدينه الاشباح. فبيخاف وبيرجع بيته تاني، وبيتجنن سام من الوحده وبيفضل يعزف بصوت عالي، وبيتلم كل الزومبي على صوته وبيكونوا تحت البيت. فبيطلع سام وبيفضل يستفز فيهم. وبالليل بيصحى سام على صوت الباب وهو بيخبط، فبيضرب رصاصه على الباب علشان كان فاكرهم الزومبي، بس بيسمع صوت واحده بتستغيث. فبيجري على الباب وبيلاقيها واحده غرقانه في دمها، فبيلوم نفسه انه ضرب عليها نار وبيشيلها وبيدخلها جوه البيت وبيطلع منها الرصاص وبيحاول يعالجها بس بيغمى عليها. وبيكون سام فاكرها ماتت،
فبيفضل يعيط ويلوم نفسه انه قتل الشخص الوحيد اللي كان عايش، وبينام. وتاني يوم لما بيصحى بيلاقيها بقت كويسه وبتاكل. فبيسالها سام هي اسمها ايه وجت هنا ازاي، فبتقول له ان اسمها ساره، وانها كانت بتتنقل بالحبل ما بين البيوت، وبتقول له ان في ناس كتير قدرت تهرب بره المدينه. وهنا بيرجع الامل تاني لسام، وبياخد ساره بيوريها المكان اللي عايش فيه، وبيعرفها على الزومبي اللي كان بيتكلم معاه. وتعدي الايام وبتعيش ساره مع سام، وبيبدأ سام إنه يغني لها ويألف أغاني كمان. وفي يوم بيكتشف سام إن الأكل قرب يخلص، فبينزل علشان يجيب الأكل من الشقة اللي فيها الزومبي، لأن ما عندهوش أي حل تاني. فبينزل وبيدخل السلاح من الفتحة اللي عاملها، وبيخلص على كل الزومبي، وبيدخل يجيب الأكل. وبعد ما بيطلع بيكون جمع كمية كويسة من الأكل تعيشهم هما الاتنين. وبيطلع للشقة بتاعته وبينده على سارة، بس مش بيلقاها. فبيطلع يدور عليها لحد ما بيلقاها قاعدة فوق السطوح، وبتقول له إنهم لازم يهربوا من مدينة باريس، لانهم لو ما ماتوش من الزومبي هيموتوا من الجوع. وبتسيبه وبتنزل، وبيقتنع سام بكلامها، وبينزل يحضر الحبال، وبيخبط على ساره علشان يقول لها انهم هيهربوا. بس ساره مش بترد عليه لحد ما بيفتح الباب، وبيلاقي ساره ميته وغرقانه في دمها. وبيطلع ان اصلا ساره كانت ميته، وانه كان بيتخيل انها عايشه علشان ما يحسش بالذنب انه قتلها، وانه هيعيش لوحده. وبيبدأ سام يحضر للهروب، وبيلم كل الشرايط اللي سجلها وهو بيغني لسارة وبيحرقها. وبينزل يفتح الاسانسير للزومبي المحبوس، بس مش بيهجم عليه لانه بيكون اتعود عليه. وفي الوقت ده جرس انذار الحريق بيشتغل، وكل الزومبي بيتلموا على الشقة اللي فيها سام. وبيبدأ سام يخلص عليهم بالبندقية، وبيقدر يهرب منهم ويخش الاسانسير. ولما بيرجع لبيت الراجل العجوز بيهجم عليه زومبي، بس بيقدر يهرب منه، وبيطلع على الشقة اللي كان فيها في الاول من الفتحة بتاعة السقف. وبرضه البيت ده كله بيكون فيه زومبي، بس بسبب دخانة الحريق بيقدر يمشي جنبهم من غير ما حد ياخد باله منه. وبيطلع على السطح وبيلاقي الحبال اللي قالت له عليها سارة، فبيربط نفسه بيها وبينط من العمار، بس بيتخبط في العمارة اللي جنبه وبيغمن عليه. ولما بيفوق بيفضل يتسلق الحبل لحد ما بينجح انه يطلع لسطح العمارة، وبيسمع اصوات بني ادمين جاي من ناحية العمارات التانية. فبيرجع له الامل انه هيرجع يعيش وسط البشر. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك في القناة. كان معاكم محمد نوبي.